في قرار تاريخي ويعبر عن مواقف الجزائر اتجاه الدول العربية ومواقفها المشرفة، أمر الرئيس عبد المجيد تبون بإرسال كمية من الوقود إلى الشقيقة لبنان التي تواجه أزمة طاقوية حادة. وجاء في بيان الوزارة الأولى أنه بتكليف من رئيس الجمهورية أجرى الوزير الأول نذير عرباوي اليوم مكالمة هاتفية مع رئيس حكومة الجمهورية اللبنانية الشقيقة السيد نجيب ميقاتي لإبلاغه بالقرار الصادر عن الرئيس تبون والمتعلقة بالوقوف بجانب لبنان الشقيق في هذه الظروف العصيبة من خلال تزويد لبنان الشقيقة وبشكل فوري بكميات من الفيول من أجل تشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية وإعادة التيار الكهربائي في البلاد. كما ثمن الخبير الاقتصادي اللبناني كمال حمدان مبادرة الجزائر لتزويد لبنان فوريا بكميات من الوقود لتشغيل محطات توليد الكهرباء. وقال الخبير الاقتصادي في تصريح إذاعة الجزائر الدولية أن قرار الجزائر دعم لبنان يعبر عن نوايا صادقة وأخوية وتضامن من الجزائر.